مش هتصدق اللي هتسمعه ده يا ابو الكباتن، انا نفسي مكسوف لنفسي وبصراحه مش عارف اجيبها لكم ازاي. الراجل اللي واقف قدامك ده بشعره الابيض وملامحه الهاديه اسمه كازايوشي ميورا. هتقول لي ايه الاكشن في كده؟ اسمه عادي يعني، ماله اسمه؟ هقول لك المشكله مش في اسمه يا ابو الكباتن، المشكله ان الراجل ده داخل على 60 سنه ولسه بيلعب الكوره. هتقول لي ما كلنا بنلعب كوره وبنروح نلعب في الملعب. هقول لك عذرك يا ابو الكباتن، ما انت برضو مش مقتنع ان في لاعب كوره بيلعب في دوري محترفين عنده 60 سنه؟ اه والله زي ما بقول لك كده، لسه بيلعب لحد دلوقتي ودوري محترفين وحاجه يعني قمه الاحترافيه. هو ده بقى بالظبط اكبر لاعب بيلعب كوره في العالم حاليا، وانا جاي اكلمك عليه. من يومين يا ابو الكباتن نزل لعب اول مباراه في الموسم الحالي مع فريقه في الدوري الياباني. المشكله بقى ان ده مش موسم عادي، ده الموسم رقم 41 بالنسبه له. بيلعب كوره وهو عنده 19 سنه من موسم 1986، يعني تقريبا 70% من الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده ما كانتش اتولد. لو فاكر بقى يا ابو الكباتن ان دي ممكن تكون النهايه وبيشطب اخر موسم وهو عنده 60 سنه وهيطلع على المعاش، تبقى غلطان. الراجل ده طلع من شهرين وقال لك انا مش بفكر اعتزل لحد دلوقتي. هيا وجع احمد حسام ميدو اللي اعتزل وهو عنده 28 سنه. الراجل ده قال لك انا مش عندي استعداد ان انا ابطل لعب دلوقتي ولا ان اعلن اعتزالي، انا بفكر العب لحد 80 سنه. اقسم بالله انا تعبت له لما تخيلت نفسي مكانه وانا مش قادر اخد نفسي وانا بسجل الفيديو. طبعا لو جسمي مساعد يا راجل، اللي يساعد وانت تلعب وانت عندك 60 سنه مش هيساعد تلعب وانت عندك 80. هو ده كلام برضه. بصراحه القصه ديت مش شغف ولا حب كوره، لا خالص، ده مستوى تاني خالص من الجنون بصراحه. هيوجع الشد العضلي وانت لسه في بدايه العشرينات.